يا ابو الصحاب، الزمالك كويس فاذا انا مبسوط. جيت على البايظ ودي. الحمد لله والله. برضك يا جماعه، برضك اما الدنيا بتسلك كده بنقف جنب بعضنا، ربنا بيسهلها كده والحمد لله. عاملين شويه صفقات لوز عنب العنب الحمد لله. وهكلمك عن موضوع رمضان صبحي والصفقات جت ولا لا، وزي ما الحمد لله اتكلمنا بالنسبه للصفقات في اللي خلص وفي اللي خلص، يعني في اللي خلص وفي اللي خلص الحمد لله. كل الصفقات اللي احنا اتكلمنا عليهم الا بعض الصفقات يعني اللي هي كانت خلصت زي بن شرقي ومفروض كانت هتيجي لهم شويه حاجات، بس المهم في صفقات خلصت. وهقول لك كل حاجه النهارده بالصحاب. بس اتمنى من اخواتي اللي بتتابعني، علشان في ناس الفتره الاخيره مش متابعه كويس وبتسمع من هنا ومن هنا، فاتمنى تتفاعل معانا بلايك، واللي لسه مش متابعنا اتمنى يتابعنا. نبدا باول حاجه بالصحاب. اول حاجه اللي انا عايز اتكلم فيها علشان الموضوع ده شائع يعني ولازما ارد فيه مع احترامي يعني لكل الناس. هكلمك عن كل الموضوع بالنسبه للصفقات، بس اول حاجه بالنسبه للخناقه بتاع المجلس، والله ما خناقه، فعلشان كده انا رديت. والله ما حصلت خناقه، والله ما واحد حط ايده على كتف التاني. ديت بس اشاعات من شخص عايز يسوق سمعه الزمالك. كان راجل يقدر يعملها في ايام مرتضى منصور، راجل يقدر يعملها او يكتب خبر بالطريقه دي. تم اعتداء على عضو والعضو التاني، ما تكتب 3 اعضاء. تم قفل باب المفتاح على المكتب. انت بتسرح لو راجل كنت تعملها في ايام مرتضى منصور ما كنتش هتقدر تكتب الكلام ده، ولا علشان مجلس يعني ده يعني محترم شويه وبيتكلم مع الصحفيين بكل هدوء يعني. المهم اللي حصل في الخناقه بكل بساطه، عضو اتكلم بصوت عالي مع عضو تاني، بس همش العضو ده قال له يعني بالنسبه للعضويات بتاع نادي الزمالك همش وفزع، يعني ما وصلش كمان ان هم قاموا وزقوا كوبايات فعلشان كده انا نفيت. يعني انت بتقول في خناقه، فانا بقول لك ما فيش خناقه. كل الناس كاتبه حصل، ما حصل يعني ايه، كلام مشاده كلاميه. ما حصلش خناقه، ما حصلش الهطل اللي اتكتب ده. اصل الاجتماع اتكمل، يعني الاجتماع يعني الناس بيقول لك ده ضرب العضو ضرب التاني تين عينه، ماشي الاجتماع اتكمل، انت فاهم؟ الاجتماع اتكمل وقعد ومفيش اي حاجه. فما تسمعش لاي حاجه بتحصل وتصدق. انا عارف ممكن تصدق، هو اي واحد بيصطاد في الميه العكر عايز يسوق سمعه الزمان. ان شاء الله هنبدا نفوق، ان شاء الله هنبدا نفوق. نيجي نتكلم. الاول صفقه خلصت معانا خلاص الحمد لله، عمرو فرج الحمد لله لمده 4 مواسم. احنا كنا قايلين اعاره بس هو لمده 4 مواسم الحمد لله. مهاجم كويس وان شاء الله يقدر يفيد نادي الزمالك. والناس اللي مش عارفه الفلسطيني لا يقيد اجنبي، فانت جبته يعتبر لاعب مصري، ان شاء الله يكون اضافه قويه لنادي الزمالك في الفتره اللي جايه. نيجي للصفقه اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، بومبنزا خلاص رسميا، وانا قلت لك الفيديو اللي فات احنا اتفقنا على كل حاجه. المره دي تم تحويل المبلغ المتفق عليه، وقدم التعاقد اللي هو $300,000. ديت ايه؟ مكافاه توقيع. دي مكافاه توقيع بره العقد بتاعه. ممدوح عباس فك الكيس شويه علينا يعني، والدنيا ظبطت الحمد لله. واللاعب خلال الاسبوع اللي جاي لحد الاثنين خلاص وقع الكترونيا وكل حاجه لمده 3 مواسم، وهياخد في السنه الاولى $600,000، السنه الثانيه $700,000، السنه الثالثه $800,000. مبروك لجمهور الزمالك. بوبنزا ده للناس اللي مش عارفه هاف يمين هاف شمال راس حربه، ما تصنفوش في حته واحده يعني، ما تصنفش بوبنزا راس حربه وينج شمال وينج يمين، لا لاعب يقدر يأدي لك في الخط الامامي ده، وبسم الله ما شاء الله عنده خبرات كتير. عليه شويه حاجات استفهام يعني بره الملعب، بس اللي احنا بنحكي دلوقتي اللي جوه الملعب. فانا شايفه هيكون اضافه قويه وان شاء الله يقدر يفيد نادي الزمالك. كل الصفقات اللي احنا بنتكلم عليها ده عشان الناس اللي بتسال، هيلعب السوبر عادي، هيلعب السوبر الافريقي عادي، وهيلعب معانا كل البطولات اللي جايه، قايمه محليه قايمه افريقيه وكل حاجه، ما عدا دور ال 32 اللي احنا هنلعبه خلاص خلال ايام اهو، ما عدا الدور ال 32 بالنسبه للكونفدراليه. فمبروك لجمهور الزمالك، ان شاء الله نكسب، وان شاء الله القادم كويس. اما بالنسبه لموضوع رمضان صبحي، اتمنى للناس اللي لسه لحد اللحظه ديت ما تفاعلتش معانا تفاعل معانا بالصحاب بلايك علشان يوصل لكل الناس موضوع رمضان صبحي والصح والغلط فين. موضوع رمضان صبحي، احمد سليمان لثالث مره على التوالي ياخد موافقه رمضان صبحي ويتفق معاه على مقدم التعاقد. عشان الناس بتقول لك رمضان ما هو الراتب بتاعه عالي، لا هيبقى فيها اولى. سيبك من زيزو معدل فاول، هيبقى فيها اولى في نادي الزمالك، واتفق ورمضان موافق وكل حاجه، بس القرار في ايد بيراميدز ابو الصحاب طلب رقم خيالي بالنسبه لرمضان صبحي. بس الفتره ديت اللي انا بكلمك فيها في بعض المغريات بالنسبه للعيبه، علشان بكل بساطه في لعيبه بيراميدز عايزاها من نادي الزمالك
ومع اضافه مقابل مادي بالدولار مش بالمصري، فالزمالك بيتفاوض. بس انا بقول لك رمضان صبحي عشان بس في ناس بتقول لك ان هو اهلاوي فمش هينفع يلعب للزمالك والكلام ده، ما حصلش الكلام الهطل ده، ما حصلش كل الكلام ده. رمضان صبحي لثالث مره على التوالي عنده رغبه ان هو يلعب لنادي الزمالك. انا بقول لك رغبه رمضان صبحي، خلصنا ما خلصناش. اللي بيحصل دلوقتي ان احمد سليمان بيتفاوض مع بعض لعيبه في نادي الزمالك وفي نفس الوقت مقابل مادي. بيراميدز لسه شايف ان هو المنافس بتاعه مش هيكون الاهلي والزمالك كمان، لا، فعلشان كده بيرازي نادي الزمالك في بعض الصفقات كمان زي صديق اوجولا وزي مصطفى فتحي عمال يدبدب في الارض حرفيا كل يوم. الزمالك مصطفى فتحي كل يوم بيدبدب في الارض علشان يجي نادي الزمالك، وبيراميدز منعه. حتى كمان رفع المقابل المادي $1,000,000 عشان نشتري مصطفى فتحي، مع ان مصطفى فتحي عايز يفسخ عقده بالتراضي الموضوع خلاص. بس بيراميدز شايفه ان انت المنافس بتاعها اللي يعني ايه التقليدي اللي خلاص يعني سيبنا نافس الاهلي فعايز يدوس عليا، فعلشان كده بصحاب موضوع رمضان صبحي في مرحله التفاوض. وانا شايف من وجهه نظر ممكن يخلص، ما يخلصش ليه؟ بس بيراميدز شايفك ان انت هتضايقه تاخد منه لعيب حتى لو هو مش بيلعبه بشكل اساسي، وعندك ابراهيم عادل عنده اماكن كتير، وجاب صديق اوجولا، عنده يعني لعيبه في المكان ده حتى لو هو مش محتاج رمضان هيرزيك. انت ايه رايك في رمضان صبحي ان هو يجي نادي الزمالك؟ انا مستني وجهه نظرك في الكومنتات، ان رمضان صبحي يجي نادي الزمالك هيكون اضافه قويه ولا لا؟ شايف حته ان هو علشان اهلاوي، ولا الناس اللي هي بتروج يعني عشان اهلاوي مش هيلعب في نادي الزمالك؟ بقول لك ما حصلش. اللي انا عارفه ان رمضان صبحي ابدى رغبه لاحمد سليمان وقال له نصا كده ما عنديش مشكله، واتفق معاه كمان على الراتب السنوي اللي هو الناس بتفكر اللي هو ياخد ملايين كبيره، لا. بس كده كان كل كلامي بالنسبه للمواضيع اللي دايره اليومين دول. وبالنسبه للصفقات، في صفقات تانية الزمالك بيتفاوض فيها تحت السن، في صفقه كمان مصريه الزمالك بيخلص، انا مش عايز اتكلم عليها ومركز ايه والكلام ده كله، يقول واحد يقول لك قول مركز بس عشان ما تبص اما تخلص تبدا زي ما قلت لك في بعض عشان اتلدع علم البركاوي وبن شرقي والحاجات دي، ما تبدا تخلص وتحط الرتوش زي ما الفيديو اللي فات عمر فرج ومبنزا ما اتاكدت ان هو خلاص رسميا نطلع نقول رسمي. ان شاء الله الزمالك بيخلص في بعض الصفقات، ومستني انت رايك يا ابو صحاب في الكلام اللي انا قلته. هتكون صفقات قويه لنادي الزمالك ولا لا؟ كالعاده رايك مهم في الكومنتات. وانا شايف من وجهه نظري الزمالك بيحاول يمشي على الطريق الصحيح. اتمنى من وجهه نظري مجلس اداره نادي الزمالك ما يخذلش الجمهور زي في بعض الملفات، فاتمنى تبقوا منقين الصفقات بعنايه، وان شاء الله ما نسيبش ديول لينا. يعني بالنسبه ان انت هتفسخ عقدك مع سامسون او تفسخ عقدك مع ده، ما تسيبش ديول وبرضك زي نضاي والكلام ده كله، تكون مخلص القواضي بتاعتك اول باول. احنا عمالين ندفع دولارات علشان المجلس السابق ما اعرفش يعني ما اعرفش الفلوس دي، يعني احنا محتاجين لكل جنيه. فيا ريت ثقه المجلس تبقى من ثقه الجمهور، ونبدا نرجع تاني كلنا واحد، علشان فعلا في هزه كبيره. ان شاء الله الزمالك يبدا يرجع، وان شاء الله الزمالك يبدا يقف على رجليه. شكرا لكم، مش حابب اطول اكتر من كده يا ابو الصحاب. ان شاء الله اكون موجود معاكم يوميا، بس كالعاده تفاعل معانا بلايك، ولو ما انتش متابعنا اتمنى تتابعنا. شكرا لكم، ونتقابل في فيديوهات جديده، وسلام.